تمام. نبدأ مع شابتر 3. خلصنا الستريت لاين، خلصنا السيركل. ما جاليش اي تعليقات على السيركل تانية، فمش مش هنراجع حاجة عليه. لو في اي مشكلة ابعتولي عشان اقولها الفيديو الجاي. في تعليق بسيط على الستريت لاين في طريقة التحليل، وده يعني حركة زيادة في فكرة التحليل على الآلة، وعموما في فكرة التحليل. الحوار ده هقول عليه هو جاي في مثال هنا مع البارابولا. جاي فين؟ في المثال الاخير يا من قبل الاخير. تبقى تفتح الوصف الفيديو هتلاقيني كاتب ده المثال بتاع التحليل. ماشي، شوف هو في الدقيقة كام هكون كاتب لك واضغط عليه ايه، شوف لو انت مش مهتم بالباقي. بس ده علشان ايه؟ فكرة زيادة في طريقة التحليل سواء بالآلة او من غيرها، عشان بس ما تعملش حاجة غلط. طيب، خلينا في موضوعنا. هنتكلم عن الشابتر ده، بنتكلم عن حاجة اسمها كونيك سيكشنز. طبعا اللي هما البارابولا والهاي بارابولا، والدايرة تعتبر كونيك سيكشن، والإليبس. بس انا ايه، المعلومة اللي اقولها دلوقتي دي مش عليك، بس انا يهمني انك تكون عارفها، لان انا محبش انك تخرج من بصمجاتي. بس يهمني تكون فاهم. مش بقولك كل المعلومات اللي تخليك فاهم 100%، بس على الاقل تكون في اساسيات لازم تكون عندك. اول حاجة، يعني ايه كونيك سيكشن اصلا؟ عندك رسمة زي دي، ثواني كده، نقفل ده. مش عاوز اعمل سيلكت ليه؟ ايوه. رسمة زي دي عبارة عن 2 كون عكس بعض. عارف الكون اللي هو ايس كريم الكون ده، او طاقية بتاعة الحفلات؟ طيب الكون العادي. ماشي. هما عبارة عن 2 كون عكس بعض. مالهم الاتنين كون دول؟ انا معايا شبه شريحة، ماشي. الشريحة دي بتقطع لي الكون، فكل قطعة مختلفة بيطلع لي شكل مختلف. تعالى مثلا نتكلم عن ده. ايه هنا؟ لو انا قطعت باللي هو بالعرض بالعرض كده، هيطلع لي ايه؟ دايرة. يبقى اول كونيك سيكشن مين؟ الدايرة. طب انا ميلت القطعة شوية، قطعت بزاوية وطلع لي إليبس، اللي هي دايرة ايه؟ متنية شوية. طب انا ايه، قطعت من الحتة اللي فوق بس، هيطلع لي شكل بارابولا اهي، شكل بارابولا. طب انا قطعت بالطول، قطعت افقي، هيطلع لي 2 بارابولا، واحدة فوق وواحدة تحت. يبقى هما دول ايه؟ الكونيك سيكشنز، اللي هما ايه؟ عبارة عن القطعات اللي على شكل 2 كون. ماشي. دي كده ايه؟ نقطة ما اتقالتش، بس يعني يهمني انك تكون ايه؟ عارفها برضو عشان تكون فاهم. احنا النهاردة هنتكلم عن البارابولا. ماشي. البارابولا عبارة عن ايه؟ تعالى كده نجيب صفحة الرسم. ماشي. البارابولا اول حاجة هنفرض لها اتجاه كده مبدئي، ان هي مثلا خارجة من السنتر وبصة كده. تمام، حاجة كده. اختفى ليه؟ ماشي، ثانية واحدة، نمسح دي، نجيب القلم كده. تمام. البارابولا دي هقول لك هي عبارة عن ايه مبدئيا. عندي النقطة دي واللي هي بتخرج منها البارابولا، جزء يمين وجزء شمال، او جزء فوق وجزء تحت. ماشي. النقطة دي ليها اسمين، هسميها هنا V او C. ماشي. هي عبارة عن ايه؟ النقطة دي يا اما فيرتكس يا اما سنتر. في البارابولا مش تفرق، الاتنين واحد، بيرمزوا لنفس النقطة. ماشي. فانت هتسميها سنتر، هتسميها فيرتكس، مادام في البارابولا هي. طيب، عندي نقطة تانية هنا كده. النقطة دي هسميها F، واللي هي اختصار فوكس. طيب ماشي، يبقى انا كده عندي فيرتكس او سنتر وعندي فوكس. عندي نقطتين وخط كده. عندي خط بيكون ورا البارابولا عموما، وراها عموما، هي في اي شكل هو دايما بيكون وراها. تمام. ده الخط ده اسميه دي، وهو عبارة عن ايه؟ دايركتريكس. ماشي. يبقى دي كده ايه؟ رسمة البارابولا.
تعالى بقى نتكلم عليها شوية. ماشي. المسافة طبعا السنتر او الفيرتكس اي مكان نقطة، المسافة بينها وبين الفوكس قد ايه؟ تعالى بس نكبر له كل خط شوية. المسافة بينها وبين الفوكس قد ايه؟ حاجة اسمها ايه، هقول لك الايه دي، اصبر عليا. طيب والمسافة بين السنتر او الفيرتكس للدايركتريكس اللي هي المسافة العمودية ايه برضو؟ يبقى انا لو معايا الفيرتكس امشي يمين اجيب الفوكس ايه، ارجع ورا ايه، اجيب الدايركتريكس. طيب دي كده الايه. ماشي. وعندي علاقة مهمة قوي بتميز البارابولا. ماشي. ان انا لو مسكت اي نقطة على البارابولا، اي نقطة على البارابولا، تعال نمسك مثلا اكتر من نقطة كده. ماشي. ووصلت بينهم خط كده، اللي هو المسافة من الفوكس لأي نقطة على البارابولا كده. نسمي مثلا النقط دي بي، اي نقطة على البارابولا كلهم اسمهم بي، فهنا المسافة دي نسميها ايه؟ بي اف. ماشي. اللي هي مسافة من الفوكس لأي نقطة على البارابولا. على مسافة تانية اسمها بي ام. ماشي. نقطة دي اهي، ايه هو الام؟ ام قصده المسافة او النقطة العمودية هنا كده اهو. النقطة دي والنقطة دي اللي هو المسافة بينها وبين الدايركتريكس، اللي هي المسافة دي كده كده وهكذا لحد باقي النقط. لو جبت المسافة دي على المسافة دي هتكتشف حاجة حلوة قوي، ان هي بتساوي حاجة اسمها اي، والاي دي اختصار السنترستي. طيب وهي الاسنترستي دي اسمها اختلاف مركزي. العلاقة دي موجودة في البارابولا والهايبرابولا والإليبس. في البارابولا الاي بتساوي 1، طبعا ده مش ايلور، مش اللي هو 2 و7، لا، ده اي اللي هو رمز عادي اسمه السنترستي. في البارابولا بيساوي 1. طيب لو هو اكبر من 1، لو من بي اف ل بي ام اكبر من 1، دي النقطة ام. ماشي. ساعتها بتكون هاي بارابولا اللي هو اخر حاجة عندنا. طيب لو الاي اصغر من 1، ساعتها بتكون ايه؟ البس، واللي هي هيكون الفيديو الجاي. ماشي. فاحنا اللي يهمنا ان الاسنترستي في البارابولا ب1. ماشي. يبقى مفروض الطول ده بيساوي الطول ده، الطول ده بيساوي الطول ده، وده بيساوي ده، وده بيساوي ده، وده بيساوي ده، وهكذا. تمام. تعالى بقى ايه، نمسح كده كله، نبقى نكتبها تاني بس عشان امسح الحاجات اللي على الرسمة. هو انا ليه فين النوت بتاعتي؟ طيب لو جينا فتحنا الرسمة، ارجع. تمام. نرجع بقى ايه للنوت بتاعتنا تاني. هو اللي حصل مش لسه مسحهم؟ ايوه اهو. ماشي. يبقى احنا كده اتفقنا ان بي اف على بي ام بيساوي الاي، والاي بتساوي 1 عشان بارابولا. ماشي. ده يعتبر يعني ممكن استعمله كشكل معادلة في سؤال هستعمل ده، ان ده يعتبر هو معادلة البارابولا. هي مش من الصور الاساسية بتاعتي، تمام، بس هي تعتبر صورة عادي ممكن استعمله واعتبره كأنه ايه شكل معادلة دائرة، بس انا مش هستعمله غير في سؤال واحد. ماشي. نكمل نشوف بقى معادلة البارابولا دي شكلها ايه. لو انا دلوقتي طبعا ممكن اكون هنا سيمتريك اللي هو متماثل حوالين محور مين؟ حوالين محور اكس، اللي هو اتقسمت حوالين محور اكس. طيب معادلة البارابولا بتكون عندي اكس مرة سكوير والواي باور 1، ومرة الواي سكوير ومرة الاكس باور 1. يبقى انا عندي واحد سكوير والتاني ايه؟ باور 1. ماشي.
طب انا سيمتريك حوالين مين؟ السكوير ولا اللي باور واحد؟ لا، حوالين اللي باور واحد. يبقى انا هنا سيمتريك حوالين مين؟ حوالين الاكس. يبقى مين اللي باورها اتنين؟ الواي. يبقى واي سكوير بتساوي اكس. اكس ده اللي هو باورها واحد. هل اكس سادة؟ لا، اكس مضروبة في حاجة اسمها 4 ايه. 4 ايه ده المعامل اللي جنب اكس. طيب لو انا السنتر بتاعي اختلف شوية يبقى شكلها ازاي؟ واي ناقص بي سكوير بيساوي 4 ايه براكت اكس ناقص سي. اهو السنتر هنا بتاعي كام؟ سي وبي. تمام تمام، دي ال4 ايه اهي. وهنا ده ايه لازم يكون تحت الباور، وهنا ده الرقم المطروح عادي. ماشي ماشي. إيه هنا احب الفت انتباهك لحاجة بسيطة، ان انا مثلا لو طلعت لي 4 اكس ناقص 4، ساعتها لازم اخد ال4 عامل مشترك يبقى لي اكس ناقص واحد. تمام، لازم اللي جنب الاكس يكون بواحد. طبعا مش قصدي اللي جنب الاكس اللي هو عموما، قصدي اللي في البراكت لو في اختلاف في السنتر يبقى اللي جنب الاكس بايه؟ بواحد، والباقي يكون عامل مشترك بره. يبقى هنا 4 ايه بيساوي 4، يبقى ليه بكام؟ بواحد. ماشي ماشي. طيب ده كده اول شكل وفهمناه. طيب لو انا عاوز اعمل نفس البرابولا بس مفتوحة الناحية التانية، يعني البرابولا تكون مفتوحة الناحية دي كده، هعملها ازاي؟ نهار اسود. كده نرجع تاني. مش عارف هو ليه عمال ابوظ كده. كده احنا ظبطناها. ماشي تمام. تاني شكل لو انا عاوز افتحها الناحية التانية هحط سالب. طبعا المعادلة بيكون السكوير في طرف والباقي كله الناحية التانية، الا لو في حاجة مع السكوير كده مثلا، ده بيبقى سنتر. عمال اي حاجة تانية تروح الناحية التانية. طيب لو انا عاوز اخلي البارابولا مفتوحة لفوق هيبقى شكلها ازاي؟ هتبقى هي طبعا متماثلة حوالين محور واي، فبالتالي ايه؟ اكس سكوير، الاكس هي السكوير بيساوي 4 ايه واي اللي هي مفتوحة على موجب الواي. طيب لو انا عاوز افتحها لتحت خليها كده، هتبقى اكس سكوير بيساوي سالب 4 ايه واي. ماشي ماشي. دي الاشكال الستاندرد اللي عندي، او يعني الاشكال العادية اللي عندي. طيب عندي اشكال تانية، مثلا لو انا قلت لك ان انا عندي شكل كده اهو، واي سكوير زائد ام واي زائد ان اكس زائد سي يساوي الزيرو. شكل زي ده انا طبعا عارف ان انا هنا هعمل اكمال مربع، هيبقى لي في الاخر براكت في واي ناقص رقم معين سكوير او زائد على حسب الام، وطبعا الناحية التانية هيكون عندي ايه؟ ال ان اكس زائد سي. طبعا هتقولي هتروح بالسالب، هقولك دي رموز يعني، تمام، مع ان هي رموز فايا مكان قيمتها كام يعني. ففي الاخر هيطلع لي الشكل ده اللي هو بتاع اني الواي سكوير، معناه ان انا متماثل حوالين اكس، انا متماثل حوالين اللي باور واحد. يبقى انا سيمتريك اباوت الاكس اكسس، يبقى يا اما انا باصص لموجب الاكس يا اما باصص لسالب الاكس. طب اني واحده؟ على حسب الاشاره اللي هنا. ماشي ماشي. فده اول شكل للمعادله. طيب ممكن تاني شكل لو حطينا الاكس سكوير زائد ام اكس زائد ان واي زائد سي بيساوي الزيرو. ده نفس الكلام بس سيمتريك اباوت الواي عشان الواي هي اللي باور واحد. طبعا دي بعمل لها اكمال مربع. تمام تمام. في الاشكال التانية اللي احنا ايه قلنا عليها. طيب دي بالنسبة لمعادلات البارابولا. طبعا كان في هنا صورة مش عارف ممكن تفيدكم ولا لأ كده. دي فيعني ايه الاشكال دول؟ دول هي في الاوريجين، يعني يهمني ان انت بس تاخد لك بس عليهم تكون ايه متأكد من حاجتك ان هم كل دول تمام. ماشي ماشي. هنتكلم بقى في حاجة مهمة. نيجي هنا على الرسمة، هاجي اقول لك مش انا ممكن الخطوط
تكون جوه الطبق بتاع البرابولا؟ اقول لك اه. ممكن مثلا يكون عندي خط كده، الخط ده بيوصل بين البرابولا بس ما بيعديش على الفوكس، فالخط ده هسميه كورد. ليه؟ لان هو ما بيعديش على البؤر. طب لو هو بيعدي على البؤر، خط بيعدي على البؤر كده اهو، ساعتها الخط ده بسميه بولر كورد. طيب لو انا الخط بتاعي بيعدي على البؤرة وبربنديكلر كده، يعني بيعدي على البؤرة وبربنديكلر، اه ده شكله حلو ده. تعالى نسميه اسم مختلف. هو انا ممكن اسميه بربنديكلر بولار كورد، بس الاسم الاشهر واللي هو لوتس ريكتم. لوتس ريكتم ده ليه ميزة حلوة قوي. هي طبعا الباقيين ما يهمنيش بقى، خلاص ما بستعملهمش اصلا. لوتس ريكتم ده يهمني فيه ايه؟ ان هو بيخلي دي 2A ودي 2A، يبقى اللوتس ريكتم كله بكام؟ ب4A. تمام تمام. ده مين؟ ده اللوتس ريكتم. طيب في ايه كمان؟ ماشي. في لو انا قلت لك سيمي لوتس ريكتم، قصده نص اللوتس ريكتم. سيمي يعني نص، فهيبقى ب2A. اما اللوتس ريكتم كله ب1، قصدي ب4A، سوري. ماشي ماشي. في حاجة اتقالت في الفيديو بتاع الدكتورة فانا هقولها برضو ايه بالمرة، اللي هو لو جيت طلبت منك معادلة التانجنت، هي ما اتقالتش في المحاضرة بس خليك برضه عارفها احتياطي. لو انا معايا البرابولا شكلها كده، واللي هي تعتبر كده سيمتريك حوالين مين؟ اكس. جدع. ماشي. ومديك نقطة طبعا على البرابولا، وبقول لك عاوز التانجنت المماثل عند النقطة دي، هتعمل ايه؟ ممكن تقول لي واي، طبعا ده رمز اللي هو السيمبل عادي، واي فاريبل مضروب في واي النقطة بيساوي 2A في اكس ناقص اكس النقطة. طب لو انا العكس، سيمتريك اباوت الواي، وطبعا نفس النقطة، هيبقى اكس في اكس النقطة بيساوي 2A في واي ناقص واي النقطة. وفي طريقة تانية اسهل، ان انا اجيب الخط كأني معادلة خط عادي. إيه؟ اقول لك واي ناقص واي النقطة على اكس ناقص اكس النقطة بيساوي الاسلوب. هتقولي الاسلوب ده هجيبه منين؟ هقول لك بسيطة، اشتق، اعمل ديريفاتيف للبرابولا، معادلة البرابولا اللي معاك اشتقها، بعد كده عوض بالنقطة، عوض بالنقطة بتاعتك، هيطلع لك الاسلوب. ماشي ماشي. الطريقة دي تنفع في سيمتريك لأي حاجة. دي نقطة ما تقتش في المحاضرة بس مادام في الفيديو فخليك عارفها. طيب في كمان معلومة كمان مهمة، ان معادلات البارابولا والهايبرابولا والإليبس التلاتة ممكن يظهر فيهم الترم اللي اسمه اكس وواي. هتقولي ايه ده؟ مش ده اللي بيميز الستريت لاين؟ هقول لك اه، بس لو انا البارابولا بتاعتي مايلة عموما كده او كده، فساعتها ممكن يظهر الترم اللي اسمه اكس واي. هتقولي طب انا كده اتلخبطت، افرق بينها ازاي وبين الستريت لاين؟ هقول لك الستريت لاين اروح اجيب الديترمنت لو بزيرو يبقى هو ستريت لاين، لو مش بزيرو يبقى هو اي حاجه تانية من دول. بقى ابدا اعمل بقى ايه؟ كومبليت سكوير واشوف ايه اللي هيطلع لي. ماشي ماشي. ده بالنسبه للشرح كله بتاع البارابولا. تمام تمام. تعالى بقى نخش في الاسئله كده، ننزل شويه نخش في الاسئله. طبعا الاسئله يعني انا جبت الاسئله اللي الدكتوره كانت بعتها لنا، وفي الاخر الفيديو في كام سؤال إيه اللي هم اسئله ربط. ماشي، اسئله ربط بين الاشكال، بين البرابولا والدايره والخط. ماشي، والخطوط. وفي طبعا جايب سؤال من الفيديو، وجايب سؤال برضو ايه من السؤال الامتياز بتاع المحاضره. ماشي ماشي. طبعا في الاول الاسئله سهله. دي بارابولا على اني شكل؟ دي سيمتريك اباوت الواي. ماشي ماشي. السنتر بتاعها كام وكام؟ هنا مفيش حاجة وهنا مفيش حاجة، يبقى السنتر بتاعها 0 و0. تمام تمام. او يبقى الفيرتكس 0 و0. طيب عاوز اعرف قيمة الايه. قيمة الايه هو معامل اللي باور واحد، هنا الواي هي اللي باورها واحد، المعامل بتاعها -12، يبقى -12 بيساوي 4 يبقى الايه بكام؟ بيساوي -3. خلاص يبقى انا كده لو جيت رسمت هنا الاوريجين بتاعي، ماشي، وانا طبعا ايه
symmetric about الواي، يبقى يا اما انا فوق يا اما انا ايه تحت. طب عشان في سالب يبقى انا باصص تحت. وعندي هنا دايركتريكس. طيب الفوكس بتاعي انزل ايه، انزل ايه يعني هبقى كام؟ هبقى 0 في الاكس، والواي بتاعتي هتبقى كام؟ تبقى -3. ماشي واطلع كام؟ هطلع ايه؟ يبقى 0. طبعا هنا هنا الايه ده مسافة، فالايه ما ينفعش يكون بالسالب، مفيش مسافة بالسالب. السالب دي بتاعت ال12 دي اشارة رسم، فالايه هنا ب3 عادي، فانا هنزل ايه -3 وهطلع ايه 3. ماشي. طيب دي كده ايه الرسمة دي؟ تعال ننزل على السؤال اللي بعديه. تعال نمسح دي كده. ماشي. ايه السؤال ده؟ السؤال ده محتاج اعمل اكمال مربع. طبعا لازم اتاكد ان اللي جنب ده 1، تبقى اكس ناقص نص معامل سكوير ناقص 4. الباقي ينزل زي ما هو، ناقص 12 بيساوي 0. طبعا الاسئله في الاول سهله انا عارف، بس هي الاسئله مش كتير اصلا. اكس ناقص الاتنين سكوير، طبعا دي هتبقى ناقص 16، كله يروح الناحيه التانية، هتبقى 4 واي ناقص موجب 16. ماشي. هنا لازم اسحب 4 عامل مشترك، هيبقى لي واي زائد 4 بيساوي اكس ناقص الاتنين سكوير. هنا السنتر بتاعي كام وكام؟ ادي الاتنين وادي -4. ده الفيرتكس بتاعتي. طيب معامل اللي باور 1 4، يبقى 4 بيساوي 4 ايه؟ يبقى ليه بتساوي 1. يبقى انا هنا فين 2 و4؟ 2 و-4، 2 و-4 اللي هي تعتبر هنا. ماشي. انا هنا سيمتريك حوالين مين؟ سيمتريك حوالين الواي، يبقى يا اما باصص فوق يا اما باصص لتحت. بما اني موجب يبقى انا باصص لفوق، يبقى انا عامل كده اهو. ماشي. والفوكس عندي هنا، لازم تبقى مظبوطة شوية. الفوكس عندي هنا، وعندي ستريت لاين تحت. الفوكس اطلع ايه؟ يبقى اطلع 1، يبقى بكام؟ هطلع في الواي بقى، يبقى الاكس اكسس زي ما هو ب2، الواي بكام؟ اطلع هتبقى -3. وهنا انزل تبقى بس استنى، انا الدايركتريكس بتاعي مش عبارة عن نقطة، الدايركتريكس بتاعي عبارة عن خط. الدايركتريكس بتاعي ايه؟ عبارة عن خط. انا مش عارف، انا مش فاكر فوق عملتها ايه، بس تعالوا نقولها لكم هنا. الدايركتريكس بتاعي عبارة عن خط، فانا هنا هنزل ايه؟ هتبقى كام؟ هتبقى 2 وسالب 5. الخط ده اسمه ايه؟ اسمه واي بيساوي -5. اللي انا عارفه هو واي بيساوي النقطة دي. تمام. يبقى الدايركتريكس بتاعي كام؟ واي ناقص 5. طب لو عاوز اجيب اللوتس ريكتوم، اللوتس ريكتوم هنا بكام؟ اللوتس ريكتوم عبارة عن 4 ايه، اللي هو اللوتس ريكتوم ب4، اللي هو معامل اللي من الدرجة الأولى عموما. ماشي. طيب نخش على السؤال اللي بعديه، نجيب فيه كل حاجة. السؤال اللي بعديه ده سيمتريك اباوت الاكس. تعال نحله. هتاكد ان ده ب1 واي ناقص 4 سكوير ناقص 16 زائد 8 اكس. خلاص انتوا عارفين الخطوات دي. 48 بيساوي 0، يبقى واي ناقص 4 سكوير بيساوي، دي هتبقى 32 موجب 32، فتروح الناحية التانية بسالب 32، ودي -8 اكس. اسحب من هنا -8 عامل مشترك اكس، معلش 8 فيها -4 موجب 4. ليه؟ عشان سحبت سالب، طبعا ده زي ما هو. يبقى السنتر بتاعي -4 وموجب 4، -4 وموجب 4، -4 في الاكس موجب 4 في الواي، يعني انا هنا. تمام. انا سيمتريك اباوت الاكس، يبقى يا يمين يا شمال، وبما اني سالب يبقى انا شمال كده. تمام. طيب عاوز اعرف قيمة الايه، يبقى اقول لك 8 بيساوي 4 ايه، يبقى الايه ب2. يبقى عشان اجيب الفوكس اللي هي هنا همشي كام؟ همشي 2 فين؟ على الاكس، فابقى -6 و4
وارجع كده، ارجع يعني عن البارابولا برضو ايه هبقى كام؟ -2 و4. بس الدايركتريكس نقطة، الدايركتريكس خط، يبقى ناخد بقى ايه معامل اكس عشان ده خط كده رأسي، فيبقى الاكس بيساوي -2. ده هو الدايركتريكس. ماشي ماشي. تعالى ننزل، تعالى نحل ده، فكرته جميلة. طيب هنا عاوز اعمل اكمال مربع بس ما ينفعش، ليه؟ عشان اللي جنب السكوير سالب، فاعمل ايه؟ لازم اعكسهم كده اهو، تساوي اكس. بعد كده اسحب سالب عامل مشترك كده اهو. بعد كده اعمل اكمال مربع، السالب لسه بره، تبقى واي ناقص نص سكوير ناقص ربع. بعد كده هدخل السالب، هتبقى واي ناقص نص سكوير زائد ربع بيساوي اكس. يبقى اجيب بقى اللي هو السكوير لوحده في طرف، هيبقى لي ايه؟ اكس ناقص ربع، اضربهم في سالب، انا كده وديت ربع الناحية التانية، اضرب في سالب ودي سالب الناحية التانية، هتبقى هنا سالب اكس وهنا موجب ربع. ماشي ماشي. بعدين إيه؟ لازم اخلي الاكس المعامل بتاعها واحد، فتكون سالب في اكس ناقص ربع، هتبقى كده اهو. طيب هنا السنتر بتاعي كام؟ ربع ونص. ماشي. وهنا ال A بكام؟ ال A هنا على 4 A بيساوي 1، يبقى ال A بربع. وانا باصص للشمال، انا هنا فين السنتر بتاعي؟ ربع ونص، ولان انا هنا كده مثلا. ماشي، لو مشيت ربع ونص وانا سيمتريك اباوت الاكس اكسس وباصص شمال عشان في سالب كده اهو. ماشي. والايه بتاعتي بربع، يبقى انا همشي هنا ربع وهرجع هنا ايه؟ ربع. عشان ارجع ربع في الاكس اكسس هبقى كام؟ هبقى بنص، هبقى نص ونص. طيب دايركتريكس نقطة، لا دايركتريكس خط، طبعا ما بكتبش دي، بقول لك الاكس بيساوي نص، ده الدايركتريكس بتاعي. والفوكس بتاعتي هتبقى كام؟ هتبقى 0.5 عشان مش ربع. ماشي ماشي. واللوتس ريكتم بتاعي بكام؟ ب1. طيب طيب نخش ايه؟ طبعا اللي بعديها دي بقى سهلة، ممكن تعملها انت. نخش في السؤال ده، السؤال ده فيه فكرة. بيقول لك ايه؟ انا معايا معادلة بارابولا ليها الفوكس ده، ومديك الدايركتريكس. الدايركتريكس مش خط افقي ولا رأسي، ده مايل. طبعا لو حبيت ارسمه يكون لو ده ب0 تبقى الواي ب3، ولو الاكس ب1 تبقى الواي بكام؟ ب2. يبقى انا لو حبيت كده ارسمه على جنب، 0 و3 اللي هي هنا، 1 و2 اللي هي هنا. ده كده ايه؟ الدايركتريكس بتاعي. و4 و2 فين؟ يمشي كده 4 واطلع فوق 2. ثانية ده، يمشي 4 ويطلع 2. قول ان انا هنا مثلا دي الفوكس بتاعتي، فمنطقي ان البارابولا هتبقى كده بين الفوكس وبين الدايركتريكس، وهنا الفيرتكس. ماشي ماشي. حلو. انا دلوقتي بقى اجيب المعادلة دي ازاي من الفوكس بس؟ هتقولي ده انا مش عارف اجيبها بالصورة العامة. هقول لك اصلا البارابولا دي مايلة، يبقى انا هستعمل ايه؟ افرض طبعا دي 4 و2، هقول لك استعمل البي اف على البي ام بيساوي الاي. طيب انا عارف ان البي اف على البي ام بيساوي الاي اللي هي ب1. طيب يعني البي اف بيساوي البي ام. طيب البي اف هو طول من الفوكس لأي نقطة، افرض اي نقطة، x1 y1، ده مين؟ ده البي اف. ماشي ماشي. اجيب ازاي المسافة دي؟ هقول لك سهلة، قانون المسافة بين نقطتين.
2 اهي، خليها كده قدامك. اجيب المسافة بين نقطتين، هتبقى كام؟ 4 ناقص x1 سكوير زائد، طبعا مش لازم ابدأ بالفوكس يعني عادي، 2 كده في سكوير فوق يعني، 2 ناقص y1 سكوير. دي البي اف. طب انا عاوز اجيب البي ام. البي ام هي مسافة من النقطة بتاعتي لحد الدايركتريكس. الدايركتريكس اللي هو قلنا اكس زائد واي ناقص 3 بيساوي 0. طب انا اجيب مسافة زي دي ازاي؟ هتقولي بسيطة، مسافة بين نقطة وخط. هقول لك جميل، مسافة بين نقطة وخط هيبقى معامل اكس طبعا في ابسوليوت، ومعامل اكس اللي هو 1 مضروب في اكس النقطة، زائد معامل واي اللي هو 1 مضروب في واي النقطة، طبعا معاملات دول يعني دايركتريكس، زائد الثابت بتاع الخط اللي هو -3. امسك بقى على جذر معاملات الخط، 1 سكوير زائد 1 سكوير. حلو حلو. اهو شايف الشكل ده؟ ده هو معادلة الايه؟ البارابولا. قلتلك ممكن استعمل القانون ده على اساس انه معادلة بارابولا عادي. ماشي ماشي. ننزل للسؤال اللي بعديه. السؤال ده بيقولك ان البارابولا بتاعتي symmetrical parallel to ايه x axis. معناها ايه ان هي symmetric parallel to the x axis؟ مادام هي symmetric للاكس axis يبقى الاكس هي اللي باور 1 والواي هي اللي باور 2. يبقى انا شكل المعادلة بتاعي كام؟ اسمه ده ايه، زي ما احنا قلنا في الشرح، كتبتها لكم ازاي اهي، واي سكوير زائد ام واي زائد ان اكس زائد سي بيساوي 0. ليه؟ عشان ابقى سيمتريك اباوت الاكس هي اللي باور 1. ومديك 3 نقط، هبدأ اشيل كل اكس وواي واحط 3 نقط، واحط نقطة ليه؟ عشان عندي 3 مجاهيل ام وان وسي. اعوض كده بأول نقطة، هفتح دي النقطة اهو، تعالى هنا اعوض كده بأول نقطة، هتبقى 1 سكوير زائد ام في 1 ناقص 2 ان زائد سي بيساوي 0. طيب عوض بتاني نقطة، يطلع لي 4 زائد 2 ام ناقص ليه بقى؟ تبقى زائد ان في 1 زائد سي يساوي 0. ماشي. بعد كده عوض بتالت نقطة، تطلع لي 9 زائد 3 ام زائد، لا تبقى ناقص اكس ناقص ان قصدي زائد سي يساوي 0. حلو حلو. تعال نظبط شكل المعادلات، ودي الثابت الناحية التانية، ام ناقص 2 ان بلس سي بيساوي كام؟ -1. اللي بعدها 2 ام زائد ان زائد سي بيساوي -4. اللي بعدها 3 ام ناقص ان زائد سي بيساوي -9. اعملهم بقى مود ايكويشن على الآلة، طبعا ركز يكون الام هو اللي في الأول والان والسي وفي الآخر يساوي مود ايكويشن. مود ايكويشن كام بقى؟ مود ايكويشن 2. اكتب 1 سالب 2 1 سالب 1، بعد كده 2 1 1 سالب 4، كده 3 ناقص 1 1 سالب 9. هيطلع لك الاكس الاولى بارقام بقى ايه وحشة شوية، بس هيطلعوا لك، يطلع لك الام اللي هو الاكس الاولى، بعد كده الاكس التانية، بعد كده الاكس التالتة. ماشي ماشي. يطلع لي التلات رموز، ارجع عوض بيهم هنا واعمل اكمال مربع بقى. ماشي. مش متأكد اوي من صحة الارقام يعني بالتبسيط، بس هي دي الفكرة. ماشي ماشي. السؤال ده متاخد من الفيديو، كده كده محلول صح في الفيديو، بس انا كتبته عشان اكون قلت لك كل الافكار. ثانية، ده نفس السؤال اللي احنا ايه حليناه فوق. ماشي، مكنتش واخد بالي ان انا جايبه. طيب ده سؤال بقى ايه يربط لك بين البارابولا وحاجات تانية. مديني معادلة بارابولا وبيقول لي
هاتلي الفيرتكس والفوكس. ماشي، تعالى كده ننزل تحت، هاتلي الفيرتكس والفوكس، دي المعادلة بتاعتي. تعال نعمل لها هنا اكمال مربع. هتبقى واي زائد 3 سكوير ناقص 9 ناقص 8 اكس زائد 17 بيساوي الصفر، اللي هي واي زائد 3 سكوير، وادي كله الناحية التانية، هيبقى لي 8 اكس. طبعا دي هتبقى سالب 9 زائد 17 بكام؟ بسالب 8. تروح الناحية التانية موجب 8، سالب 8 ايه، موجب 8، هتروح الناحية التانية بسالب 8. بعد كده اسحب من هنا ال8 عامل مشترك عشان الاكس تبقى واقفة لوحدها، ناقص كام؟ ناقص 1. طيب يبقى انا هنا الفيرتكس بتاعتي بكام؟ ب1 وسالب 3، وعندي ال8 بتساوي ال4 ايه، يبقى الايه بكام؟ 2. طيب لو جينا كده نرسمها رسم كروكي، فين فيرتكس 1 و3، 1 وسالب 3 قصدي هنا اهو، وانا هنا سيمتريك اباوت مين؟ اباوت الاكس، يبقى انا يمين يا شمال، ولاني موجب فانا هبص يمين، هبقى كده اهو. طيب عاوز اجيب الفوكس، الفوكس امشي ايه؟ يبقى امشي 2، يبقى هبقى كام؟ همشي كام؟ بمشي على الاكس، هبقى 3 وسالب 3. طب عاوز اجيب الدايركتريكس، يبقى هرجع ايه، هبقى كام؟ هبقى سالب 1 وسالب 3. سالب 1 وسالب 3 اللي هو اكس بسالب 1، عشان ده ايه؟ خط على الاكس. ماشي. ادي كده اول مطلوب، ان انا اجيب لك كوردينيت الفوكس والفيرتكس. بيقول لك هات لي equation بتاعت straight line passing through f and v. ماشي، عاوز معادلة بتمشي، اللي هو الخط اللي بيمشي من f ل v. اقول لك جميل. طبعا اجيب ازاي معادلة من خلال نقطتين؟ سهلة، خط مستقيم من خلال نقطتين. اقول لك اللي هو y ناقص y النقطة تبقى زائد 3 على x ناقص x النقطة بيساوي، اجيب الاسلوب من خلال نقطتين، هيبقى سالب 3 زائد 3، هيطلع لك بزيرو، هيطلع لك اللي فوق ثانية، هما الاتنين سالب. ماشي، على تبقى كام؟ 3 ناقص 1، هيطلع لك في الاخر الاسلوب بزيرو، يبقى واي بيساوي ناقص 3 على طول، عشان ده هيكون بزيرو لان هيروح التاني هيتضرب في زيرو، هيبقى لي واي ناقص 3. ده الخط اللي انت عاوزه. طيب اخر حاجة بيقول لك هات لي معادلة الدايرة اللي الخط اللي احنا لسه جايبينه يعتبر دايمتر بتاعها. سهل، اجيب ازاي دايرة من خلال نقطتين، النقطتين دول دايمتر. كنا قلنا اول حاجة اجيب الميد بوينت بتاعتهم، لان الميد بوينت هي سنتر الدايرة. ميد بوينت دول كام؟ 1 زائد 3 على الاتنين فيها الاتنين، سالب 3 زائد سالب 3 هيطلع لي كام؟ سالب 6 على الاتنين فيها السالب 3، يبقى ده السنتر. طب عاوز اجيب الراديوس، الراديوس اللي هو الطول ده او الطول ده، ممكن اقولك مثلا الميد بوينت اللي هي السنتر بتاعي للنقطة دي فيها الكام؟ بالنظر كده همشي 1، فيبقى الراديوس ب1، يبقى الدايرة بتاعتي كام؟ اكس ناقص الاتنين سكوير زائد واي زائد 3 سكوير بيساوي 1، اللي هو الراديوس سكوير. ماشي. السؤال اللي بعديه find the equation of the circle whose diameter هاتلي معادلة الدايرة اللي الدايمتر بتاعه هو اللوتس ريكتم بتاع البرابولا دي. ماشي، تعال نجيب البرابولا دي الاول. واي ناقص 3 سكوير ناقص 9 ناقص 4 اكس زائد 13 يساوي 0، اللي هي واي ناقص 3 سكوير بيساوي 4 اكس، تروح الناحية التانية موجب، سالب 9 زائد 13 فيها الأربعة، 4 تروح الناحية التانية ناقص 4، دي هتبقى كام؟ 4 اكس ناقص 1. يبقى السنتر بتاعي كام؟ ب1 وكام؟ و3. السنتر بتاعي كام؟ 1 و3، وهنا ال4 ايه بيساوي 4، يبقى الايه
بواحد، يبقى اللوتس ريكتم بكام؟ 4A. ال4A اللي هو اللوتس ريكتم بيساوي كام؟ 4. ماشي. طبعا تعالى برضو نرسمها. السنتر بتاعي قلنا 1 و3 اللي هو هنا، وانا سيمتريك اباوت الاكس يبقى باصص يمين يا شمال، وانا موجب يبقى انا باصص يمين. الفوكس بتاعها اللي هو هنا، همشي ايه اللي هي 1، هتبقى هنا كام؟ 2 و3. طيب واللوتس ريكتم اللي هو نازل بربنديكولار هنا اهو. ماشي. طبعا طول اللوتس ريكتم 4، يبقى ده دايمتر الدايرة. طب عشان اجيب الراديوس اقسم على 2، مش خد لي الروت، اقسم على 2. يعني انا عندي دايرة الدايمتر بتاعها 6، فالراديوس بس كام؟ 3. ما تقوليش جذر ال6، فهنا مش جذر ال4، لا انا هنا اقسم على 2 هتطلع لك 2، يبقى انا الار بتاعتي ب2. في نفس الوقت الفوكس بتاعي هو سنتر الدايرة، لان هو سنتر اللوتس ريكتم، فتبقى في الاخر معادلة الدايرة اكس ناقص 2 سكوير زائد واي ناقص 3 سكوير بيساوي ار سكوير اللي هي 2 تبقى 4. ماشي. السؤال ده والسؤال اللي بعديه هنا بيقولك find the equation of the circle اللي السنتر بتاعها ده. ماشي. وعاوز يجيب معادلة الدايرة اللي السنتر بتاعها 1 والراديوس بتاعها هو عبارة عن المسافة بين الاتنين باراليل لاين دول. دي فكرة التحليل اللي قلتلك عليه. طيب يبقى هو قايل ان الاتنين دول خطين، والمسافة اللي بينهم هي راديوس الدايرة. طيب اول حاجة محتاج احلل الخطين. طيب اعمل دي كده على الآلة. مود equation A3، هتكتب له مود equation ثاني مود equation 3، اكتب له 4 12 و9، هيطلع لك كام؟ الآلة هتطلع لك اكس بسالب 3 على 2. هتدوس ايكوال مش هيطلع لك حاجة تانية. هتقول لي ايه ده؟ انا كل مرة بيطلع لي رقمين، المرة دي بيطلع لي رقم 1. هقول لك يبقى انت عندك منه 2 عادي. يبقى اول براكت هيكون مين؟ طبعا بدأت باكس يبقى هبدأ باكس. طبعا ما ينفعش اقول لك كده، دي شكلها غلط. قلنا الكسر بنعمل فيه ايه؟ بنوديه الناحية التانية. وقلنا الناتج بنعمل فيه ايه؟ بنعكس اشارته. طيب وبما ان الناتج التاني نفس الكلام فهتبقى نفس الشكل بس زائد الفا، تبقى زائد الفا. ماشي. ابدأ بقى اضربهم في بعض. تعالى كده ايه، خليهم قدامك واحنا بنضرب. تيجي كده اضربهم في بعض، تبقى الاول في الاول ب4 اكس سكوير زائد الاول في التاني زائد 6 اكس واي، الاول في التالت زائد 2 الفا اكس. يلا التاني اللي هو تاتا واي، التاني في الاول زائد 6 اكس واي، التاني في التاني زائد 9 واي سكوير، التاني في التالت زائد 3 الفا واي، التالت في الاول زائد 2 بيتا اكس، زائد التالت في التاني زائد 3 بيتا واي، التالت في التالت زائد بيتا الفا بيساوي 0. حلو. طيب طبعا هنا 6 اكس واي 6 اكس واي 12 اكس واي مظبوط، و4 اكس سكوير و9 واي سكوير مظبوط. تعال نجيب معامل اكس هنا 2 الفا زائد 3 الفا. تعال كده نوريها لك. معامل اكس 2 الفا زائد 2 بيتا، طبعا هيساوي -20، اللي هي الفا زائد بيتا بيساوي -10. طب معامل واي 3 الفا، طبعا انت ممكن تبص هنا معامل واي 3 الفا و3 بيتا زائد 3 بيتا هيساوي كام؟ -30، اللي هي برضو الفا زائد بيتا بيساوي -10، والفا في بيتا اللي هي اخر معادلة بتساوي كام؟ -16. يساوي كام؟ -16. ماشي. انا دلوقتي عندي المعادلتين دول طلعوا لي نفس الناتج، فكأنهم معادلة واحدة، فهضطر احل بدول بس. طيب نجيب هنا الفا بيساوي 16 على بيتا،
حلو حلو، عوض مكانها، تبقى 16 على بيتا زائد بيتا يساوي -10. ماشي ماشي، نعمل لها شيفت سولف. 16 اكس زائد اكس بيساوي -10 مود كالكو يساوي، تطلع لك البيتا ب8. يبقى هنا الألفا بكام؟ هنا الألفا ب2، عشان -8 في -2 ب16 بموجب 16. تمام. طيب يبقى انا هطلع فوق، شيلك دي -8 ودي -2. انا عاوز اجيب المسافة بين خطين. اعتبر ان الخطين دول ايه؟ باراليل لبعض. عندي خطين كده اهو باراليل لبعض. انا عاوز المسافة اللي بينهم لان هي الراديوس. تقول لي انا عندي قانون اجيب مسافة بين نقطتين، وقانون اجيب مسافة بين نقطة وخط، ما عنديش قانون مسافة بين خطين. يبقى اعمل ايه؟ نجيب اي نقطة على الخط ده، وجيب بقى مسافة بين الخط ده والنقطة اللي انت جبتها. هتقولي طب ما ينفعش اجيب نقطة من هنا ونقطة من هنا. اقولك ما ينفعش. ليه؟ لان انت ممكن النقطة اللي تجيبها من هنا والنقطة اللي تجيبها من هنا، فالمسافة اللي بينهم مش العمودية. انا عاوز المسافة دي، عاوز المسافة دي. هتقولي طب اجيبها ازاي؟ اقولك بسيطة. جيب نقطة على الخط ده، اي واحد فيهم. جيب نقطة على الخط ده، جيب نقطة زي عوض باي نقطة، عوض اكس ب0. طبعا اكس ب0 يبقى 3y ناقص ال2 بيساوي 0. يبقى 3y بيساوي 2، يبقى الواي بيساوي 2/3. والنقطة التانية 2/3. طيب معايا نقطة ومعايا خط، معايا نقطة ومعايا خط. اقدر اجيب المسافة اللي بينهم؟ ايوه، بقانون المسافة من نقطة وخط، اللي هو عبارة عن ابسوليوت 2 و3 وسالب 8، وهنا جذر 2 سكوير زائد 3 سكوير. اهو بقى في النقطة 0 في 2 ب0، و2/3 في 2/3 في 3 هتبقى كده. طيب تعالى نحسبها. التلاتة دي هتطير مع التلاتة دي، هيبقى لي ابسوليوت 2 ناقص 8 على جذر 4 زائد 9. تطلع لك كام هنا؟ مش -6، هتطلع لك -6. وهنا هتطلع لك جذر 13. دي المسافة. يبقى ده الراديوس بتاعي. ماشي ماشي، وانا السنتر معايا خلاص. هعمل الدايرة x ناقص 1 سكوير زائد y ناقص 1 سكوير بيساوي الراديوس سكوير اللي هي 6 سكوير اللي هي 36 على جذر 13. بيتقسموا على بعض دول 36 على 13. لا ما بتسموش. ماشي. بس هنا فكرة التحليل ان انا هيطلع لي ناتج واحد، فاعرف ان هما براكتين الفرق بينهم ان دي بيتا ودي الفا، لان الخطين دول عندهم واي انترسبت. ماشي. اخر سؤال معانا بيقول لك هات لي معادلة البارابولا. السؤال ده تقيل شوية. بيقول لك هات لي معادلة البارابولا اللي الفيرتكس بتاعها هو الاوريجين. ماشي. يبقى انا معايا الفيرتكس، ناقصني مين؟ الفوكس. والفوكس بتاعها هو الانترسكت بتاع الخطين دول. هتقولي دول خطين اصلا؟ ده ازاي الكلام ده؟ انا ما عنديش اكس واي. اقول لك عادي، اقول لك عادي خالص. اعمل اعمل اكمل مربع ايه بقى؟ مش عارف والله نعمل ايه. تعالى نعمل اكمل مربع، ده ما فيش غيره قدامنا. اكس ناقص 2 سكوير، كأنك ما تعرفش ان هو ستريت لاين. يعني اكس ناقص 2 ناقص 4، وهنا لازم اسحب سالب عامل مشترك، فيبقى لي سالب واي سكوير ناقص 2 واي عشان سحبت عامل مشترك. ها، زائد 3 يساوي 0. اعمل لي كمان مربع دي السالب برا، يبقى لي جوه براكت واي ناقص 1 سكوير ناقص 1 كده. اللي هو دخل السالب بقى تبقى سالب واي ناقص 1 سكوير زائد 1، وعندنا زائد 3، وعندنا ناقص 4، وده ينزل زي ما هو يساوي 0. يبقى البراكت الاولاني اكس ناقص 2 سكوير ناقص واي ناقص 1 سكوير بيساوي -4 زائد 1 بسالب ايه؟ 3. -3 و3 ب0 بيساوي 0. تقولي ايه ده؟ مش دي هاي بارابولا؟ اقولك لا، بتساوي 1 بيساوي 0. هاي بارابولا بتساوي 1. تقولي انا فاكر الشكل ده في الكالك، كان بتاع الخطين،
وفي فيديو الستريت لاين لما كان عندي واي سكوير ناقص اكس سكوير بيساوي 0. دول كانوا الخطين دول، فاكرينها في اسئلة الدومين. دي نفس الفكرة. اعمل ايه؟ ودي واحد الناحية التانية، ودي واحد الناحية التانية وخد له الروت موجب او سالب البراكت، لان الروت هيطير مع السكوير دي بالك كده. خد مرة الخط الموجب اللي هو عبارة عن اكس ناقص واي ناقص واحد بيساوي 0، وخد مرة الجزء السالب اللي هو اكس ناقص الاتنين بيساوي سالب واي زائد واحد، اللي هو عبارة عن اكس زائد واي ناقص 3 بيساوي 0. دول هما الخطين. استأذنك تعملهم لي على الآلة عشان تجيب نقطة التقاطع. مود equation واحد، اكتب واحد واحد سالب 3 ثواني. مود equation لازم ده الناتج يكون الناحية التانية عشان اعمله مود equation، دي برضو حتة مهمة. وده نفس الكلام، لازم الناتج يكون الناحية التانية. يلا تبقى مود واحد واحد 3 تحتها واحد سالب واحد واحد يساوي الاكس باتنين والواي بواحد. طبعا مراعاة الترتيب ان هنا ده الاول على الآلة، ده التاني على الآلة، الناتج على الآلة. فنتيجة الاول هي نتيجة الاول، مش عشان اسمه اكس على الآلة، ملهاش علاقة، على حسب انت كتبت بأني ترتيب. ماشي يبقى نقطة التقاطع بتاعتهم كام وكام؟ 2 و1. ده هو الفوكس. انت معاك فيرتكس ومعاك فوكس. ارسم البارابولا ازاي؟ يعني احنا خلاص احنا كده خلصنا جزئية الستريت لاين، طلعنا منها بالفيرتكس، قصدي بالفوكس. انا عندي كده ايه؟ خطين، وعندي هنا الاوريجن دي الفيرتكس، الفوكس 2 1 يعني هنا. يبقى انا باصص كده. حلو. ساعتها بقى ده اجيب ازاي معادلة البارابولا؟ تقول انا محتاج الايه، انا محتاج اجيب الايه. طيب هجيب الايه ازاي؟ هقول لك بسيطة. طبعا الايه هي المسافة بين الفيرتكس والفوكس، واحنا عارفين ان الفيرتكس بتاعي 0 و0، يبقى المسافة بينهم اللي هي الايه عموما، اللي احنا عارفين ان الايه مسافة بين الفيرتكس والفوكس بتساوي ايه؟ نقول مثلا 0 ناقص النقطة سكوير زائد 0 ناقص النقطة سكوير، اللي هي روت 4 زائد 1 اللي هي روت 5. يبقى الايه بروت 5. طب ما تكتب المعادلة. طبعا بس انا هنا بقى مش عارف انا سيمتريك about الاكس ولا سيمتريك about الواي ولا ايه، ده انا طاير في الهوا. هجيب المعادلة ازاي؟ اقولك للأسف ما عندكش حل غير ده. محتاج اجيب، ما عندكش حل غير ان انت تشتغلها بي اف على بي ام، او بي اف قصدي بتساوي بي ام اللي هو بتاع اللي احنا حلينا بيه سؤال فوق. بس انا هنا محتاج دايركتريكس. اجيب الدايركتريكس ازاي وانا محتاج اجيب معادلة الدايركتريكس الاول؟ طب اجيب معادلته ازاي؟ هقولك علشان اجيبه محتاج نقطة وميل او نقطتين. اول حاجة بما ان دي روت 5 فدي اكيد روت 5. ماشي. فاحنا وطبعا اكيد الفيرتكس هو السنتر او الميد بوينت بتاعتهم. يعني انا لو افترضت ان انا هنا عندي نقطة على الدايركتريكس اسمها اكس واحد واي واحد، مما لا شك فيه ان الاوريجن هي الميد بوينت بتاعته، لان الاوريجن مش ميد بوينت لدول مثلا. هنا الاوريجن مش ميد بوينت ولا هنا الاوريجن ميد بوينت. الاوريجن ميد بوينت اني اللي بتاع اللي هو الموازي ده البربنديكولار. يبقى انا كده اقدر اجيب اكس واحد واي واحد. اكس واحد زائد اكس النقطة على الاتنين كوما واي واحد زائد واحد على الاتنين بيساوي 0 اللي هو الفيرتكس. يبقى هنا اكس واحد طبعا هتبقى العكس، سالب الاتنين، والواحد تبقى سالب واحد. دي النقطة دي. جبت النقطة على الدايركتريكس. ناقصني ميل الدايركتريكس نفسه ما اقدرش اجيبه، بس ممكن اجيب ميل الخط ده نفسه واشقلب واعكس يطلع لي ميل الدايركتريكس. طيب اجيب الخط ده ازاي؟ معايا نقطة اهي اللي هي النقطة دي، ومعايا الاوريجين. طيب اجيب معادلة خط بين الاوريجين والنقطة دي.
ماشي، يبقى واي ناقص واي نقطة، اعتبر ان هو ده ناقص زيرو على اكس ناقص اكس النقطة اللي هو زيرو، بيساوي سالب واحد ناقص زيرو على سالب اتنين ناقص زيرو. طبعا ناقص زيرو ده ملوش معنى، وناقص زيرو ده ملوش معنى، هيبقى لي كده. وطبعا السالب والسالب ملوش معنى، فالواي بيساوي اكس على الاتنين، اتنين مع ده اكس واحد تاني، يبقى واي بيساوي اكس على الاتنين. الاسلوب بتاعه كام؟ نص. ده اسلوب مين؟ الخط ده. طب انا عاوز اسلوب الخط الاسود اللي هو دايركتريكس، هنا ده بنص شقلب واعكس يبقى بسالب اتنين. طيب معايا ميل ومعايا نقطة اللي هي كام؟ سالب واحد سالب اتنين وسالب واحد، مش هقدر اجيب خط. الخط هيبقى ازاي؟ واي ناقص واي النقطة على اكس ناقص اكس النقطة سالب سالب موجب يساوي الاسلوب. يبقى واي زائد واحد بيساوي سالب اتنين اكس ناقص اربعة، يبقى واي بيساوي سالب اتنين اكس ناقص خمسة. ده هو الدايركتريكس بتاعي. خلاص اخيرا جبت المعادلة. افرض بقى هنا اي نقطة نسميها مثلا اكس اتنين واكس وواي اتنين، اي نقطة، واجيب المسافة دي اللي هي البي اف، واجيب المسافة دي اللي هي البي ام. ماشي، البي اف هتكون من اتنين وواحد لحد النقطة، يبقى جذر اكس سكوير ناقص كده زائد واي اتنين بقى اكس اتنين وواي اتنين ناقص واحد سكوير، ده كده البي اف. طيب بيساوي البي ام، مسافة بين ايه وايه؟ بين النقطة بتاعتي والدايركتريكس اللي هو ده. طيب تعالى كده نظبط شكل الدايركتريكس، نكتبه فوق هيبقى سالب اتنين اكس ناقص واي ناقص خمسة. ماشي، سالب اتنين اكس ناقص واي ناقص خمسة يساوي زيرو. اجيب المسافة. ماشي، المسافة هتبقى ازاي؟ عندي خط في ابسوليوت، ماشي، فين معامل اكس؟ معامل اكس سالب اتنين سكوير زائد سالب واي سكوير اللي هو سالب واحد. ماشي، فوق عندي معامل اكس ومعامل واي، معامل واي بسالب واحد والسي بسالب خمسة. طيب اضرب بقى في النقطة، هضرب هنا في اكس اتنين وهنا في واي اتنين. طيب بس طبعا المقام هيبقى دي باربعة وبواحد، هيبقى روت الخمسة، واللي فوق السالب واحد دي هتفضل سالب كده. ماشي كده احنا ايه؟ جبنا معادلة البارابولا، وده يعتبر اتقل سؤال بس عشان لفيت فيه كتير يعني، كان ربط جامد. بس ده كده في سؤال كمان، ثواني ده اروح اجيبه لان انا مش محضره، هجيبه بسرعة متقلقوش. السؤال اللي هجيبه ده جه في امتحان. مش هطول، مش عارف والله انا نسيت اجيبه ليه من الاول، بس معلش هعتذر. اظن ان انتوا عارفينه. ماشي، تعالوا نقوله لكم. نفتح كده ايه، صفحة جديدة. بيقول لك مديك طرفين اللوتس ريكتم، مديك طرفين ايه اللوتس ريكتم، اندس اوف لوتس ريكتم، طرفين اللوتس ريكتم كام وكام؟ اتنين وسالب واحد واتنين وخمسة، وبيقول لك هاتلي معادلة البارابولا. ماشي، يبقى انا ايه؟ مديني طرفين وعاوز معادلة البارابولا. مش تعالى بس استأذنك بس نرسم النقطتين دول عشان تبقى معايا في الصورة. كده اتنين وسالب واحد يعني هنا، واتنين وخمسة يعني هنا. حلو، ده اللوتس ريكتم. حلو. طبعا اللوتس ريكتم المسافة بتاعته، هجيب المسافة بين نقطتين بيساوي اتنين زائد اتنين سكوير زائد سالب واحد زائد خمسة سكوير. طبعا المسافة بينهم اصلا بالنظر تتجاب تبقى ستة، واللوتس ريكتم بيساوي اربعة ايه زي ما احنا عارفين، فبالتالي يبقى اربعة ايه
بيساوي الستة، يبقى ال A بيساوي 3 على 2. تقول لي جميل، جبت ال A. طيب مش اللوتس ريكتوم ده الميد بوينت بتاعته هي الفوكس؟ هتقول لي اه، جيب الميد بوينت. 2 زائد 2 على 2 فيها ال2، -1 زائد 5 على 2 فيها ال2 برضو. مش عارف انا ليه هنكت. -1 زائد 5 على 2 ب2. ماشي، يبقى ده الفوكس بتاعي 2 و2. طيب انا بقى عشان اروح للفيرتكس امشي يمين ولا شمال؟ هتقول لي معرفش. تصدق هقول لك امشي الاتنين، واحده كده او واحده تبقى باللون الاخضر. طيب تعالى نعمل باللون البنفسجي الاول. باللون البنفسجي هرجع ايه؟ فهبقى كام وكام؟ طبعا برجع على الاكس اكسس، فهبقى كام وكام؟ هبقى 0. طبعا برجع كام؟ برجع 3 على 2. واستنى، 3 على 2 دي اللي هي كام؟ 3 اللي هي 1.5 باين. يب 1.5. هرجع 1.5. يبقى انا الفيرتكس بتاعي مش سالب، الفيرتكس بتاعي هنا. اوف، الفيرتكس بتاعي كده. رجعت نص، يبقى لي كام؟ يبقى لي نص من الاتنين. والنقطة التانية على الواي زي ما انا. يبقى ده ايه كده. والدايركتريكس بتاعي ارجع كمان 3 على 2. فاقول لك نص ناقص 3 على 2 هيرجع لي -1. يبقى الدايركتريكس بتاعي كام؟ -1 و2. هل الدايركتريكس نقطة؟ لا. يبقى هنا كام؟ عشان ده خط رأسي تبقى الاكس بيساوي -1. لو افقي باخد الواي، هنا اخدت الاكس. ماشي، اكتب لي المعادلة. معادلة الخط البنفسجي، الفيرتكس بتاعتي نص و2 وانا متماثل حوالين اكس وباصص للموجب. يبقى انا ايه؟ متماثل حوالين اكس، يبقى واي سكوير. وطبعا واي ناقص واي النقطة سكوير بيساوي 4 ايه. 4 ايه اللي هي بكام؟ اللي هو اللوتس ريكتوم اصلا اللي هو كان بكام؟ ب6. ماشي، مضروب في مين؟ في في اكس ناقص اكس النقطة. تبقى كده اهو. ماشي. والدايركتريكس باكس -1. طيب عاوزين نجيب الخط الاخضر. همشي هنا ايه اللي هي بتاعت على 2، فهبقى كام؟ يبقى 2 لك 2 زائد 3 على 2 7 على 2. يبقى 7 على 2 و2. ده مين؟ ده الفيرتكس. طب وبالنسبة للدايركتريكس امشي كمان 3 على 2 يبقى عنصر زائد 3 على 2 يبقى ب5. 5 و2 تبقى كده اهو. طب الدايركتريكس عبارة عن نقطة؟ لا، عبارة عن خط، يبقى اكس بيساوي 5. ماشي، ما تكتبلهاش النقطة دي انت بس عشان تعرف مكانه. طيب وده بالنسبة للفيرتكس، فهكتب المعادلة. طبعا متماثل حوالين واي ناقص واي النقطة بيساوي 4 ايه اللي هي ب6 مضروبة في اكس ناقص اكس النقطة. بس انا هنا باصص للشمال، اوعى تنسى السالب، ده الفرق بينهم. تمام. تعالى اتأكد من الحل. مظبوط، الحل مظبوط. تمام. ده كده تعتبر اللي هو الفكرة بتاعت ان يطلع لك 2 بارابولا. بعد ما ناخد الاليبس هقول لك 2 بارابولا بيعملوا لي اليبس. هات لي معادلة الاليبس دي. استاذنكم بس ثانية اشوف لو في سؤال تاني انا موقعه. فين الاسئلة التانية؟ ماشي، مفيش سؤال تاني انا موقعه كده. تمام. ماشي كده احنا خلصنا البارابولا. لو حد عنده اي سؤال غلطت في اي حاجة يلحق يبعتلي عشان نلحق ننبهكم. فابعتولي لو في اي غلطة. طبعا لو اكتشفنا اي غلطة زيادة بنقولها في الفيديو اللي بعديه او في الديسكريبشن او على الجروب.